اهلا بيكم ابطال سنه رابعه. النهارده ان شاء الله هناخد الفصل الدراسي الثاني، ومعانا الدرس الاول اللي هو توزيع سكان بلدنا وخصائصهم. سكان مصر اللي هم الناس اللي عايشين في مصر. وهناخد درس هويه محافظتي اللي هي محافظه الغربيه. نشوف. بيقول لي يختلف عدد وتوزيع وتركيب السكان في مصر من محافظه لاخرى. السكان يعني الناس اللي عايشه في البلد دي، كلمه السكان. طيب بيقول لي يبلغ عدد سكان مصر 108 مليون نسمه. كلمه نسمه يعني شخص، يعني واحد. يعني لما اقول 108 مليون نسمه اكني بقول 108 مليون شخص، 108 مليون واحد في مصر. طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025. الجهاز المركزي ده قال لنا إن عدد الناس في مصر، عدد السكان في مصر 108 مليون شخص، اللي هو 108 مليون نسمة. طيب بيختلف عدد السكان في مصر من محافظة إلى أخرى. في محافظات فيها ناس كتير، في محافظات فيها ناس قليلة. بيقول لي القاهرة أولى المحافظات المصرية من حيث عدد السكان. يبقى محافظة القاهرة هي أكتر محافظة فيها ناس، فيها إيه؟ فيها سكان. ومحافظة جنوب سيناء هي أقل المحافظات المصرية من حيث عدد السكان. يبقى أقل محافظة إيه؟ جنوب سيناء. طيب في عندي رسم بياني بيوضح لي عدد السكان في المحافظات. في عندي اللون الأحمر الفاتح قوي ده، اللي هي القاهرة، الجيزة، الشرقية. دي محافظات أكتر من 8 مليون نسمة، فيها أكتر من 8 مليون شخص. وفي اللي هي الأحمر الفاتح سنة ده، اللي هي المحافظات من مليون ل 8 مليون نسمة، ده عدد سكانها. وفي عندي محافظات أقل من مليون شخص، أقل من مليون نسمة، اللي هي اللي بالإيه؟ باللون الأصفر. نشوف الكلام ده بالتفصيل. بيقول لي توزيع السكان في المحافظات، بيتوزعوا ازاي بقى في المحافظات. لو بصيت على مفتاح الخريطة تحت هتلاقي اللون الأحمر الغامق ده محافظات مزدحمة السكان، اللي هما 3 محافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية. القاهرة والجيزة والشرقية، دول ال3 محافظات مزدحمين جدا بالسكان، فيهم سكان كتير جدا. بعد كده المحافظات اللي باللون الأحمر الفاتح ده محافظات متوسطة السكان، فيها من مليون ل 8 مليون نسمة، زي أسوان، الأقصر، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، اسكندرية، المنوفية كده. طيب عندي محافظات باللون الأبيض، دي محافظات قليلة السكان، ما فيهاش سكان كتيرة، زي الوادي الجديد، زي مطروح، زي شمال سيناء أو جنوب سيناء، زي السويس، زي بورسعيد، زي محافظة البحر الأحمر. دول محافظات قليل إيه؟ قليلة السكان. طيب بيقول لي تنقسم محافظات مصر حسب توزيع السكان. نشوف أول نوع اللي هي في المحافظات، محافظات مزدحمة السكان، أكتر من 8 مليون نسمة، زي القاهرة والجيزة وفي الشرقية. القاهرة والجيزة والشرقية. بيقول لي محافظة القاهرة هي أكثر محافظات مصر سكانا، فيها سكان كتير. طب ليه؟ بما تفسر ليه القاهرة هي أكثر محافظة فيها سكان. أقول له لأنها عاصمة البلاد. أي عاصمة في أي حتة بتكون مزدحمة السكان، لأنها عاصمة البلاد، يوجد بها الوزارات والمصالح الحكومية. نشوف مثلا وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، آه، اي وزاره، وزاره العدل، اي وزاره بتكون في الايه؟ في العاصمه، في القاهره. وفيها مصالح حكوميه كتيره،
ساعات احنا مثلا في المحافظة بتاعتنا نروح عشان نخلص ورق، يقول لنا لازم في القاهرة عشان المصالح الحكومية الكبيرة هناك. بيقول لي تتوافر بها فرص العمل، لانها العاصمة وفيها مشروعات كتيرة وفيها محلات تجارية كتيرة وفيها فرص عمل كتيرة، فالناس بتروح هناك عشان تدور على شغل، فده بيزود عدد السكان. تمام. طيب بيقول لي قديما، القاهرة دي قديما عرفت منطقة عين شمس بالقاهرة قديما باسم اون. يبقى منطقة عين شمس في القاهرة كان اسمها زمان اسم اون. طيب كانت مركزا للعلم والثقافة، كانت مركزا للعلم والثقافة. يقول لي دلل اثبت هالدليل على ان مدينة اون او منطقة عين شمس بالقاهرة دي كانت مركز للعلم والثقافة. اقول له عمل سكانها بالكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. يبقى عمل سكانها بالكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. تمام. طيب نيجي نشوف النوع الثاني من المحافظات، محافظات متوسطة السكان، من 1 إلى 8 مليون نسمة، من 1 ل8 مليون شخص موجودين في المحافظات دي، زي الدقهلية، البحيرة، سوهاج. اداني مثال محافظة سوهاج. من المحافظات متوسطة السكان، يتركز معظم سكانها فين؟ في القرى على ضفاف نهر النيل. يبقى سوهاج المعظم السكان بتوعها بيتركزوا فين؟ في القرى. يعمل معظم سكانها بالزراعة، يعيش القليل من سكانها في المدن. يبقى الأغلبية بتاعت السكان بتاعت سوهاج بيعيشوا فين؟ في القرى وبيعملوا بالزراعة. طيب قديما بيقول لي عرفت سوهاج قديما باسم أبيدوس، باسم أبيدوس. عمل سكانها بالزراعة وصناعة الفخار. يبقى محافظة سوهاج كان اسمها زمان ايه؟ أبيدوس، وبرضه كانوا بيشتغلوا في الزراعة وصناعة الفخار. طيب النوع الثالث من المحافظات وهي محافظات قليلة السكان، أقل من 1 مليون نسمة، يعني 750,000، 500,000، 250,000 كده، زي شمال سيناء وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة مطروح، محافظة الوادي الجديد. نشوف مثال محافظة الوادي الجديد. بيقول لي إحدى المحافظات قليلة السكان بما تفسر ليه، لماذا الوادي الجديد محافظة قليلة السكان؟ أقول له لأنها منطقة صحراوية موجودة في الصحراء، تقل بها المياه العذبة. يبقى منطقة صحراوية بيقل بها الايه؟ المياه، ما فيهاش ميه، ما حدش هيعيش فيها كتير هناك. طيب بيقول لي لاحظ ان عدد المحافظات متوسطة السكان اكبر من عدد المحافظات مزدحمة السكان والمحافظات قليلة السكان. طبعا محافظات المتوسطة السكان دي كتير جدا، من الوجه القبلي وفي الوجه البحري، اسكندرية، عندك الدقهلية، عندك الغربية، عندك أسوان، الأقصر، فأكتر من الإيه؟ من المحافظات المزدحمة وأكتر من المحافظات قليلة السكان. طيب تركيب السكان في بلدنا، يعني إيه التركيب السكاني؟ بيقول لي تصنيف السكان إلى مجموعات حسب النوع والعمر. يبقى التركيب السكاني يعني إيه؟ يعني تصنيف السكان، أنا بصنف الناس إلى مجموعات حسب النوع. النوع يعني ذكر أو أنثى، بصنف الناس قد ايه ذكر وقد ايه انثى. طيب والعمر، قد ايه اطفال صغيرين، قد ايه اكبر منهم شباب، قد ايه رجال، وقد ايه كبار سن. تمام، ناس شباب، ناس عواجيز، ناس اطفال، ده ايه؟ حسب العمر. طيب بيقول لي يختلف التركيب السكاني من حيث النوع والعمر. النوع الذكور والاناث،
الذكور عندنا 51.4%، والإناث 48.6%. يبقى مين الأكتر، 51 ولا ال 48؟ لا، ال 51. يبقى الذكور أكتر من الإيه؟ من الإناث. طيب العمر، صغار السن اللي هم الأطفال الأقل من 15 سنة 31%، والشباب اللي هم من 15 ل 64 سنة دول 62%، وكبار السن اللي هم الناس العواجيز بقى اللي هم الأكتر من 65 سنة بيبقوا 5%. يبقى مين أكتر، ال 31 ولا ال 62 ولا الخمسة؟ طبعا ال 62 أكتر. يبقى الشباب هم الفئة الأكبر فين؟ في السكان. الشباب هم الفئة الأكتر، والذكور هم الأكتر في من حيث النوع. تمام؟ طيب التركيب النوعي، نلاحظ من الشكل البياني المقابل أن نسبة الذكور ترتفع عن نسبة الإناث بفارق بسيط. تمام؟ وتختلف نسبة الذكور والإناث ما بين محافظة وأخرى. بيقول لي بما تفسر ليه في محافظات بيبقى فيها الذكور أعلى وفي محافظات الإناث أعلى؟ أقول له وذلك بسبب الهجرة الداخلية. يعني إيه الهجرة الداخلية؟ الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد بين محافظات مصر لأسباب مختلفة، منها التعليم والعمل. يعني مثلا أنا دلوقتي مثلا إحنا في محافظة زي اسكندرية، رحت جامعة في القاهرة، وغيري راح جامعة في القاهرة، رحنا كلنا جامعة القاهرة، فكده زيادة السكان زادت في القاهرة، صح كده؟ وكان مثلا كلنا ذكور، فنسبة الذكور بقت عالية. يبقى الهجرة الداخلية ان انا انتقلت من محافظة الاخرى مثلا عشان التعليم او عشان اشتغل ما اشتغلتش في اسكندرية واشتغلت في مصر في القاهرة. غيري كتير جم من اسوان والاقصر ومن الحتت دي كلها، جم في القاهرة عشان يشتغلوا، فطبعا زادت السكان في القاهرة، وكلنا ذكور، فطبعا زودت نسبة الايه، الذكور في القاهرة. يبقى هو ده اللي بيعمل الاختلاف ما بين نسبة الذكور والإناث بين المحافظة والتانية، اللي هي الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية يعني انتقال الأفراد بين محافظات مصر بسبب يا التعليم يا العمل، يا ناس رايحة تتعلم في المحافظة دي يا ناس رايحة تشتغل في المحافظة دي. تمام. بيقول التركيب العمري، نشوف التركيب العمري. بيختلف التركيب العمري للسكان بين محافظات بلدنا. دلل، اثبت. اقول له والله عندي فئة صغار السن، وعندي فئة شباب، وعندي فئة كبار السن. فئة الأطفال يمثلون تلت السكان، تلت السكان في مصر، تحتاج إلى رعاية كبيرة. طبعا الأطفال بيحتاجوا رعاية كبيرة. توجد محافظات تزداد فيها نسبة الأطفال بما تفسر ليه ألاقي في محافظة مثلا نص السكان بتوعها أطفال أقل من 15 سنة؟ أقول له بسبب كثرة الإنجاب، بسبب كثرة الإنجاب. يعني الإنجاب يعني الناس بتخلف كتير، الناس بتخلف أولاد عيال كتير. تمام. طيب فئة الشباب، يقول لي يمثلون النسبة الأكبر، يبقى ده علامة صح أو غلط. فئة الشباب تمثل النسبة الأصغر من سكان مصر. أقول له طبعا غلط، يمثلون النسبة الأكبر من سكان مصر. وتعد الفئة العاملة والمنتجة في الدولة، هم الناس اللي بيشتغلوا، دول فئة الشباب. دي الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتتجوز، الناس اللي بيبقى عندهم ولاد بيرعوهم. تمام، دول فئة الشباب. بيقول لي هناك محافظات يكثر فيها الشباب. ليه؟ اقول له بسبب وجود فرص العمل. محافظة مثلا زي محافظة القاهرة فيها فرص عمل كتير، فتلاقي فيها شباب كتير،
كله جاي عشان يشتغل، او من السكان الاصليين بتوعها. فنسبة الشباب فيها ايه؟ بتزيد. ليه؟ بسبب وجود فرص العمل. طيب، فئة كبار السن، الناس الكبيرة بقى، بيمثلون النسبة الأقل من سكان مصر. ده علامة صح أو غلط؟ فئة كبار السن يمثلون النسبة الأكبر من سكان مصر. أقول له طبعا غلط، يمثلون النسبة الأقل، أصغر نسبة. هي فئة تحتاج إلى رعاية كبيرة، ناس كبار لازم نهتم بيهم. توجد نسبة من كبار السن في كل المحافظات المصرية. في كل المحافظات المصرية طبعا أجدادنا وجداتنا موجودين، فهتلاقيهم في كل المحافظات. كل عيلة فيها الجد والجدة. تمام. طيب، نشوف بعد كده خصائص السكان في بلدنا. خصائص السكان بقى، تتميز كل محافظة بخصائص سكانية تميزها عن غيرها. ليه؟ بما تفسر. بقول له يرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. انت دلوقتي ساكن في القرية، يبقى هتلاقي أكترية الأراضي حواليك ايه؟ طبعا أراضي زراعية، ناس كتير بيشتغلوا في الزراعة، صح كده؟ طيب انت ساكن في المدينة، هتلاقي ايه قصادك؟ هتلاقي طبعا محلات، بنوك. مدينة، محلات، بنوك، حدائق، الكلام ده كله. فطبعا بتلاقي خصائص السكان تختلف من محافظة لأخرى حسب البيئة بتاعة المحافظة. يبقى يرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. في الريف مثلا، في القرى، تلاقي التعليم مش كتير، تلاقي ناس مش متعلمة كتير. في المدينة تلاقي في ناس متعلمين كتير. فطبعا ده برضه بيرجع للبيئة. نشوف من هذه الخصائص. رقم 1، التعليم. تختلف نسبة المتعلمين من محافظة لأخرى، فهي مرتفعة في معظم المحافظات مثل القاهرة. ليه؟ ليه نسبة المتعلمين في القاهرة عالية جدا؟ أقول له لاهتمام الأسر بالتعليم. الأسر هناك، الأب والأم، بيهتموا بتعليم الأولاد. في محافظات تانية ما يهتموش يدخلوا عيالهم المدارس، يقول لك لا مش هدخلوا المدارس. تمام. إنما في القاهرة بيهتم الأسر بالتعليم، فعشان كده تلاقي نسبة المتعلمين مرتفعة. فين؟ في القاهرة. طيب، رقم 2، المهن. المهنة يعني الشغل بتاعي، المهنة بتاعتي. يعني مثلا يقول لي إيه انت مهنتك ايه؟ اقول له انا مدرس. مثلا مهنتك ايه؟ يقول لك انا محاسب. مهنتك ايه؟ يقول لك انا مثلا فلاح بزرع الارض، وهكذا. طيب، تختلف المهن من محافظة لأخرى حسب النشاط الاقتصادي. حسب النشاط الاقتصادي بتاع المحافظة. دلل، اثبت الكلام ده. اقول له في القاهرة يعمل سكانها في النشاط الصناعي والخدمات. ليه؟ لان القاهرة فيها مصانع، فاللي هيشتغل ايه؟ طبعا عمال مصانع، مهندسين، ناس بتوع الصناعة، بتوع المصانع. طيب، الخدمات زي البنوك مثلا، المستشفيات، فهتلاقي في دكاترة، في محاسبين. تمام. فدي في القاهرة. يبقى يعمل سكانها في النشاط الصناعي والخدمات. طب في سوهاج، احنا قلنا سوهاج معظم سكانها بيشتغلوا في الايه؟ في الزراعة. في الايه؟ في الزراعة. يبقى سوهاج معظم سكانها يعملوا في الزراعة. طيب في الوادي الجديد، الوادي الجديد بيعمل معظم سكانها في الزراعة والرعي. رعي الأغنام. يبقى في الزراعة ورعي الايه؟ الأغنام. ادي لما يجي يقول لي تختلف المهن من محافظة لأخرى، اثبت الكلام ده. يبقى اقول له في القاهرة بيشتغلوا ايه، في سوهاج بيشتغلوا في ايه، والوادي الجديد بيشتغلوا في ايه. تمام. طيب، بعد كده بنخش على محافظة الغربية. بيقول لي موقع محافظة الغربية بالنسبة لمصر. ادي محافظة الغربية
في نص الدلتا تقريبا اهي. نشوف لمحة عن محافظة الغربية. هوية محافظتي. رحلة إلى محافظة الغربية. بيقول لي تقع محافظتي اللي هي محافظة الغربية على خريطة مصر في اتجاه شمال مصر. يبقى الغربية موجودة فين؟ في شمال مصر. طيب تعتبر محافظة الغربية بالنسبة لعدد السكان محافظة متوسطة السكان، لا هي مزدحمة ولا هي قليلة. طيب النشاط الاقتصادي بتاع محافظة الغربية ايه هو؟ النشاط الصناعي والزراعي، في عندها صناعة وفي عندها زراعة. طيب أقرب المسطحات المائية العذبة لمحافظة الغربية ايه هي؟ نهر النيل. نهر النيل هو أقرب المسطحات المائية ليها. طيب أبرز المهن اللي هي الأعمال، الشغلانات، أبرز المهن التي تشتهر بها محافظة الغربية، أقول له صناعة الغزل والنسيج وزراعة الكتان. يبقى محافظة الغربية بتشتهر بصناعة الغزل والنسيج. الغزل والنسيج ده يعني القماش اللي احنا بنعمل منه اللبس بتاعنا، ده اسمه الغزل والنسيج. البناطيل، القمصان، الجواكت اللي احنا بنلبسها، ده كله القماش اللي بيتعمل ده من حاجة اسمها الغزل والنسيج، صناعة الغزل والنسيج. وزراعة الكتان. الكتان ده برضو نوع من النبات اسمه الكتان، بيستخدم في صناعة الأقمشة. طيب اختارت محافظة الغربية يوم 7 أكتوبر عيدا قوميا لها. ليه؟ اشمعنى؟ اقول له لانه يعكس قوة ارادتها واصالة وصمود شعبها في مقاومة فلول الحملة الفرنسية. كان في فرنسا جت في مرة عشان تحتل مصر، تمام، بس ايه، الحملة دي فشلت ورجعوا تاني. فهم اثناء ما هم ماشيين سابوا شوية جنود، فالمحافظة الغربية تصدت للايه، للجنود دي، فاسمهم فلول الحملة الفرنسية. يعني الناس اللي خلاص الحملة مشيت وسابت شوية كده بنقول عليهم فلول. فايه محافظة الغربية السكان بتوعها تصدوا للايه، لفلول الحملة الفرنسية يوم 7 اكتوبر، فخدوا اليوم ده عيد قومي بالنسبة لمحافظة الغربية. طيب موارد المحافظة بقى. بيقول لي تنتج قرية الياسمين شبرا بلولة. قرية في محافظة الغربية اسمها شبرا بلولة، بتنتج الياسمين. عارفين الياسمين اللي هو ريحته حلوة ده، وردة كده نقول عليها وردة الياسمين. بيقول لي تنتج قرية الياسمين اللي هي شبرا بلولة مركز قطور نحو 50% من إنتاج زهرة الياسمين على مستوى العالم. يبقى 50% من الياسمين اللي في العالم كله بيطلع من قرية اسمها شبرا بلولة في مركز قطور بمحافظة الغربية. يبقى القرية اسمها ايه؟ شبرا بلولة. المركز قطور، الحتة اللي موجودة فيها القرية دي اسمه مركز قطور في محافظة الغربية. طيب تنتج مدينة زفتة 80% من محصول الكتان في مصر. يبقى نبات الكتان اللي احنا قلنا بنعمل منه القماش ده، مدينة زفتة، مدينة اسمها مدينة زفتة في محافظة الغربية بتنتج 80% من المحصول ده بتاع الكتان. طيب ايه تاني موجود في محافظة الغربية؟ بيقول لي يوجد بها اكبر القلاع الصناعية المصرية، مصنع كبير جدا ومن اقدم المصانع في مصر اسمه الغزل والنسيج، مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. منطقة اسمها المحلة الكبرى في محافظة الغربية فيها صناعة الغزل والنسيج.
مشهورة قوي بصناعة الغزل والنسيج. تمام. طيب، مستقبل المحافظة بتاعة الغربية هو الاهتمام بالمحاصيل الزراعية النادرة وتصديرها للعالم. هو ده المستقبل بتاع الايه، بتاع محافظة الغربية. تمام. طيب، نيجي لأسئلة الدرس. بيقول لي أكمل العبارات التالية. يقل عدد السكان بمصر في محافظات زي نقط ونقط. احنا قلنا المحافظات قليلة السكان زي ايه؟ زي شمال سيناء وجنوب سيناء، ادي 2. طيب، التركيب السكاني هو تصنيف السكان حسب نقط او نقط. اقول له حسب النوع او العمر. يعني النوع يعني ذكر او انثى، والعمر هل هو صغير اطفال ولا شباب ولا كبار السن. طيب، تختلف المهن بمصر من محافظة لاخرى حسب المهن، الشغلانات بتختلف حسب ايه؟ اقول له حسب النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي بتاع المحافظة. المحافظة دي لو مثلا فيها مصانع هتلاقي الشغلانات كلها عامل، مهندس، كلام من ده. طيب، تختلف نسبة الذكور عن الإناث في بعض المحافظات المصرية بسبب، قلنا بسبب الهجرة الداخلية. ناس راحت تتعلم مثلا في محافظة، فشباب ذكور فرفعوا نسبة الذكور، او مثلا اناث راحت تتعلم هناك فبيرفعوا نسبة الاناث في المحافظة. طيب، بيقول لي تعتبر هذه المحافظة، الصورة دي صورة سوهاج. بيقول لي اجب عن الاسئلة المطلوبة في اطار الصورة المقابلة. صورة سوهاج، هي مكتوب سوهاج. تعتبر محافظة سوهاج وفق عدد السكان من المحافظات نقط متوسطة السكان. تتمثل الحرفة الرئيسية لسكان هذه المحافظة في حرفة ايه؟ الزراعة. يتركز سكان هذه المحافظة في ايه؟ في القرى. طيب، اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ. تمثل فئة كبار السن، الناس الكبيرة في السن، الفئة العمرية الغالبة لسكان مصر. يعني هي الفئة الكتير؟ لا طبعا، خطأ. يختلف عدد السكان بين المحافظات المصرية؟ طبعا، محافظات فيها كتير ومحافظات فيها قليل وفي محافظات متوسطة. يعمل سكان القاهرة في الزراعة والرعي. القاهرة اللي هي العاصمة اللي فيها مصانع وفيها شركات وفيها بنوك، هيشتغل في الزراعة؟ لا طبعا، خطأ. بما تفسر ليه، لماذا قلة عدد السكان في محافظة الوادي الجديد؟ اقول له لانها تقع في لانها منطقة صحراوية وتقل بها المياه العذبة. طيب، رقم 2، شهرة مدينة أون قديما. احنا قلنا مدينة أون دي اللي هي منطقة عين شمس في القاهرة، كانت مشهورة بأنها مركز للعلم والثقافة. كانت مركزا للعلم والثقافة، وعمل سكانها بالكتابة والتعليم والصناعات المتنوعة. ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل من قلة الموارد المائية العذبة في بعض المحافظات المصرية؟ ايه اللي حصل ان مفيش مية في محافظة مثلا؟ اقول له قلة اعداد السكان بها، السكان مش هيبقوا كتير. طيب، ايه اللي حصل اللي هي ما النتائج المترتبة على توافر فرص التعليم في بعض المحافظات المصرية؟ ايه اللي حصل لما بقى فيه تعليم في بعض المحافظات المصرية؟ اقول له ادى الى ارتفاع نسبة المتعلمين بها. تمام، نسبة المتعلمين بقت ايه؟ عالية فيها. طيب، ما المقصود بالتركيب السكاني؟ اقول له هو تصنيف السكان الى مجموعات حسب النوع او العمر. السؤال اللي بعده، ادي خريطة لمحافظات مصر. بيقول لي يشير رقم 1 الى محافظة مزدحمة السكان. رقم 1 دي القاهرة، هي القاهرة. صواب ام خطأ؟
يشير رقم 2 إلى أقل المحافظات المصرية سكانا. 2 دي اللي هي محافظة الأقصر اللي هي فوق أسوان. هل هي دي أقل المحافظات المصرية سكانا؟ لا طبعا غلط. أقل المحافظات المصرية سكانا هي جنوب سيناء. طيب صوب ما تحته خط. يشير رقم 3 إلى محافظة مزدحمة السكان. يعني 3 اللي في الصحراء دي اللي هي محافظة البحر الأحمر مزدحمة؟ لا طبعا خطأ. قليلة السكان. رقم 4 يشير رقم 4 إلى محافظة إيه؟ محافظة إيه اللي فوق دي؟ دي محافظة مطروح. بعد كده اكتب كلمة صواب وخطأ. تعد محافظة الوادي الجديد من أكثر محافظات مصر سكانا؟ طبعا غلط. تزداد نسبة الشباب في المحافظات التي تكثر فيها فرص العمل؟ طبعا الشباب يعني بيكتر لما يكون فيه فرص عمل كتير، لأن الشباب عايز يشتغل، فطبعا صح. عرفت منطقة عين شمس قديما باسم أون؟ طبعا صح. يعمل معظم سكان محافظة سوهاج حاليا في حرفة الرعي؟ لا طبعا غلط، في حرفة الزراعة. تعد محافظة السويس من المحافظات مزدحمة السكان؟ احنا قلنا المزدحمة هم 3: القاهرة، الجيزة، الشرقية، مفهومش السويس، والسويس دي قليلة اصلا. طبعا غلط. انخفاض مستوى التعليم من خصائص سكان محافظة القاهرة؟ لا طبعا احنا قلنا في القاهرة المتعلمين كتير هناك، يبقى غلط. يختلف عدد الذكور والإناث داخل المحافظات مصر بسبب الهجرة الداخلية؟ طبعا صح. عرفت محافظة سوهاج قديما باسم أبيدوس؟ صح. قلة المياه العذبة في محافظة الجيزة أحد أسباب ندرة سكانها؟ هي الجيزة ما فيهاش سكان؟ ده طبعا ده مزدحمة السكان، طبعا غلط. الاحترام والتقدير حق لكل مهنة من المهن؟ طبعا صح. ينقسم السكان في محافظات مصر حسب العمر إلى ذكور وإناث؟ يعني العمر أقول أنت ذكر أو أنثى بحسب العمر؟ يعني أنت 35 سنة تبقى ذكر و45 تبقى أنثى؟ لا طبعا غلط، حسب النوع. تمثل فئة كبار السن تلت السكان في مصر؟ لا طبعا غلط، دي نسبة اللي هي فئة الأطفال. الأطفال هم اللي بيشكلوا تلت السكان في مصر، طبعا غلط. احترام الكبير واجب على كل فرد في المجتمع؟ صح. عدد المحافظات مزدحمة السكان اللي هم ال3 اللي احنا عارفينهم مزدحمة، يعني القاهرة، جيزة، شرقية، أكبر من عدد المحافظات متوسطة السكان؟ طبعا غلط، المتوسطة هي اللي أكتر من المزدحمة. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة. إحدى المحافظات المزدحمة بالسكان هي البحيرة، الجيزة، الدقهلية، سوهاج؟ طبعا الجيزة. وعرفت سوهاج قديما باسم طيبة، منف، أون، أبيدوس؟ طبعا أبيدوس. إحدى المحافظات قليلة السكان؟ الدقهلية، سوهاج، مطروح، الجيزة؟ لا طبعا مطروح. أي مما يلي يعد عاصمة مصر حاليا؟ هي إيه عاصمة مصر حاليا؟ القاهرة. أحد أسباب انخفاض عدد السكان في محافظة الوادي الجديد إيه؟ ليه عدد السكان في الوادي الجديد قليل؟ كثرة المصانع كتير؟ لا طبعا. قلة المياه العذبة؟ ما فيهاش مية كتير، ما فيهاش مية عذبة كتير. عمل سكان أبيدوس قديما اللي هي سوهاج قديما في السياحة؟ هو لا طبعا. صناعة الفخار؟ هي صناعة الفخار، كان الزراعة وصناعة الفخار. طيب، إحدى المحافظات الصحراوية التي يعمل سكانها بالرعي؟ القاهرة؟ هي القاهرة صحراوية؟ لا. كفر الشيخ؟ لا. الوادي الجديد؟ دي محافظة صحراوية، يبقى الوادي الجديد. أقل الفئات العمرية يعني شباب ولا صغار سن ولا كبار سن؟ أقل الفئات العمرية انتشارا في المحافظات المصرية هي فئة إيه؟ إيه هي أقل فئة؟ طبعا فئة الناس الكبيرة اللي هي كبار السن.
أي المناطق التالية عرفت قديما بأنها مركز مهم للعلم والثقافة؟ مصر القديمة، عابدين، عين شمس، الفسطاط. لا، اللي عرفت قديما بأنها مركز مهم للعلم والثقافة وكان اسمها أون، اللي هي عين شمس. يزيد تركز السكان في محافظة القاهرة. أول ما الاقي القاهرة على طول يبقى هي أكتر محافظة فيها سكان. طيب صوب ما تحته خط. أدت قلة المياه العذبة إلى قلة عدد السكان في محافظة كفر الشيخ؟ لا طبعا، الوادي الجديد. الوادي الجديد، أو مثلا ممكن تقول مطروح، تمام، أو جنوب سيناء، أو شمال سيناء، أي محافظة فيها قليلة السكان. طيب، كثرة الإنجاب تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإناث؟ لا طبعا، كثرة الإنجاب يعني هيجيب أطفال كتير، يبقى اللي هم الإيه؟ الأطفال. يعمل معظم سكان محافظة القاهرة بالنشاط الزراعي والراعي؟ لا طبعا، الصناعي والخدمات. فيها مصانع وفيها خدمات اللي هي البنوك والمستشفيات وكده. أعلى محافظات مصر سكانا هي محافظة الجيزة؟ لا، القاهرة. يعمل معظم سكان محافظة سوهاج في نشاط الصناعة؟ لا، الزراعة. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة فضل نقدمه لهم؟ لا طبعا. بص، ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم الناس اللي عندهم إعاقة، مثلا واحد كفيف ما بيشوفش، ده اسمه ذوي الاحتياجات الخاصة. واحد مثلا رجله ما بيقدرش يمشي عليها، بيمشي على رجل واحدة، ده اسمه ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام، يبقى لازم تفهم كلمة يعني ايه ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. طب لما نرعى الناس دي، هل ده فضل؟ يعني انا بتفضل عليهم، بعمل حاجة مثلا كده؟ لا طبعا، ده ايه؟ واجب. واجب نقدمه له، ده واجب علينا ان احنا نرعى ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب، تعيش النسبة الاكبر من سكان محافظة سوهاج في المدن؟ لا، في القرى. قلنا سوهاج معظمهم في القرى. الفئة الأقل من سكان مصر هي فئة صغار السن؟ لا، الفئة القليلة هي كبار السن. القوة العاملة والفئة المنتجة في مصر، يعني الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بينتجوا، الناس اللي بيشتغلوا في المصانع، هل هم عيال صغيرين؟ لا طبعا. هل هم كبار السن ناس عواجيز مش هتقدر تشتغل؟ لا، ده هي فئة الشباب، فئة الشباب. طيب، بيقول لي بما تفسر تركز السكان في محافظة القاهرة ليه؟ اقول له لانها العاصمة، بها الوزارات والمصالح الحكومية، تتوافر بها فرص العمل. طيب، اختلاف نسبة الذكور عن الإناث في المحافظات المصرية، اقول له بسبب الهجرة الداخلية. ارتفاع نسبة المتعلمين في القاهرة، ليه المتعلمين كتير في القاهرة؟ اقول له بسبب اهتمام الاسر بالتعليم. بعد كده ليه اختلاف المهن، الشغلانات، الشغل، اختلاف المهن في مصر من محافظة لأخرى، ليه؟ اقول له بسبب اختلاف الأنشطة الاقتصادية. النشاط الاقتصادي يعني نوع الشغل اللي موجود في المحافظة دي. هل في مصانع؟ هيبقى في عمال كتير، مهندسين كتير. هل هي فيها أراضي زراعية كتير؟ هتلاقي ايه؟ نسبة الناس المزارعين كتير، وهكذا. طيب، ليه زيادة فئة صغار السن في بعض المحافظات؟ ليه في محافظات فيها صغار سن، فيها أطفال كتير؟ أقول له بسبب كثرة الإنجاب. طب ليه انخفاض عدد سكان محافظة الوادي الجديد؟ ليه ما فيش ناس كتير فيها؟ أقول له لأنها منطقة صحراوية تقل بها المياه العذبة. طيب، ليه اختلاف خصائص السكان بين محافظات مصر؟ اقول له بسبب طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. الخصائص قلنا يعني التعليم، يعني المهن، دي خصائص السكان.
هل هم سكان متعلمين ولا لا؟ هل بيشتغلوا ايه في الزراعة، في الصناعة، في التجارة؟ تمام. يبقى ده بسبب طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. البيئة هي اللي بتحدد. طيب ليه ارتفاع نسبة فئة الشباب في بعض المحافظات المصرية؟ الشباب بقى كتير ليه؟ اقول له بسبب توافر فرص العمل. المحافظة القاهرة مثلا فيها فرص عمل كتير، فيها شغلانات كتير، فتلاقي فيها الشباب كتير. طيب. بيقول لي ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد قلة المياه العذبة في محافظة الوادي الجديد؟ لما ما فيهاش مية، ايه اللي حصل؟ اقول له ادى الى قلة السكان بها. ادى الى قلة السكان بها. طيب ايه اللي حصل لما بقى في فرص عمل في القاهرة؟ اقول له اصبحت القاهرة اكثر المحافظات سكانا، فيها محافظات فيها ناس كتير. طيب ايه اللي حصل من كثرة الانجاب، يعني كثرة الخلفة، الناس اللي بتخلف كتير في بعض المحافظات المصرية؟ اقول له ادى الى ارتفاع نسبة فئة الاطفال. ادى الى ارتفاع نسبة فئة الاطفال. طيب ايه اللي حصل بعد الهجرة الداخلية بين المحافظات بالنسبة للتركيب السكاني؟ لما بقى فيه هجرة داخلية، ناس رايحة عشان تتعلم مثلا في محافظة القاهرة، او ناس رايحة عشان تشتغل في محافظة القاهرة، ايه اللي هيحصل؟ هقول له ادى الى اختلاف نسبة الذكور عن الاناث من محافظة لاخرى. الناس اللي رايحة القاهرة دي رجالة ولا ستات؟ ذكور ولا اناث؟ فلو ذكور هترفع نسبة الذكور، لو اناث هترفع نسبة الاناث. طيب دلل على صحة ما يلي. اثبت الكلام ده. يختلف توزيع السكان بين محافظات مصر. يختلف توزيع السكان بين محافظات مصر. طبعا. اقول له يوجد محافظات مزدحمة زي القاهرة، في محافظات متوسطة السكان زي سوهاج، محافظات قليلة السكان زي مطروح. طيب دلل، اثبت ان ترتفع نسبة المتعلمين في بعض المحافظات المصرية. اقول له محافظة القاهرة نسبة المتعلمين بها مرتفعة بسبب اهتمام الاسر بالتعليم. طيب يقول لي اثبت تتنوع المهن، الشغلانات التي يعمل بها السكان في محافظات مصر. طبعا. اقول له في القاهرة بيشتغلوا في الصناعة والخدمات، في سوهاج بيشتغلوا في الزراعة، وفي الوادي الجديد بالزراعة والرعي. بالزراعة والرعي. تمام. ادي اثبات. طيب بيقول لي اثبت اهتم سكان مدينة اون قديما بالعلم. هي مدينة اون دي كانت ايه دلوقتي؟ دلوقتي هي عين شمس اللي في القاهرة. اقول له طبعا عمل سكانها بالكتابة والتعليم. عمل سكانها بالكتابة والتعليم. بيقول لي اكتب كلمة صواب ام خطأ. تقع محافظة الغربية جنوب مصر؟ لا طبعا، شمال مصر. خطأ. يقتصر النشاط الاقتصادي لمحافظة الغربية على السياحة؟ لا طبعا، النشاط الاقتصادي في الغربية مش على السياحة، ده فيها مصانع الغزل والنسيج وفيها زراعة. تمام. طيب تصدى اهالي محافظة الغربية يوم 7 اكتوبر للاحتلال البريطاني؟ لا، تصدوا لفلول الحملة الفرنسية. طيب دعم المحاصيل الزراعية النادرة من الخطط المستقبلية لمحافظة الغربية؟ طبعا صح. اللي هي زهرة الياسمين دي بتنتج 50% من زهرة الياسمين على مستوى العالم كله. بيقولي تشتهر قرية شبرا بلولة بإنتاج زهرة اللوتس، ورق البردي، زهرة الياسمين. زهرة الياسمين. تقع أكبر القلاع الصناعية المصرية، يعني أكبر المصانع المصرية للغزل والنسيج، بمدينة محلة الكبرى. هي المحلة الكبرى. المحلة الكبرى دي اللي بنجيب منها القماش. بنجيب منها قماش في بقية المحافظات. المحلة الكبرى دي ده كبيرة جدا،
وهي اللي بتنتج كتير قوي من القماش في مصر. طيب، اكبر المدن المصرية انتاجا للكتان، الكتان، طنطا ولا زفتة ولا الصنطة ولا بسيون؟ دي كلها مدن فين؟ في الغربية، بس هي طبعا زفتة، مدينة زفتة في ايه؟ في الغربية، في محافظة الغربية. تطل محافظة الغربية على البحر المتوسط ولا نهر النيل ولا البحر الأحمر ولا بحيرة ناصر؟ لا طبعا على نهر النيل. تعد الغربية بالنسبة لعدد السكان من المحافظات نقط السكان متوسطة السكان. تشتهر مدينة زفتة بزراعة محصول الكتان. أقرب المسطحات المائية لمحافظة الغربية إيه هو؟ نهر النيل. تتبع قرية شبرا بلولة مركز قطور، مركز قطور. طيب صوب ما تحته خط. يأتي نحو نصف الإنتاج العالمي، نصف إنتاج العالم من زهرة الياسمين من قرية ميت رهينة؟ لا طبعا شبرا بلولة، شبرا بلولة. يطلق على شبرا بلولة اسم قرية البنفسج؟ لا طبعا اسمها قرية الياسمين، قرية الياسمين لأنها بتنتج زهرة الياسمين. بيقول لي بما تفسر احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي يوم 7 أكتوبر من كل عام؟ أقول له لصمود شعبها في مقاومة فلول الحملة الفرنسية، لصمود شعبها في مقاومة فلول الحملة الفرنسية. طيب بما تفسر ليه الأهمية الاقتصادية لمدينة المحلة الكبرى؟ أقول له يوجد بها أكبر القلاع الصناعية المصرية للغزل والنسيج. أو مثلا اكتب يوجد بها أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر، يوجد بها أكبر المصانع الغزل والنسيج في مصر. تمام؟ طيب بكده نكون خلصنا الدرس الأول في الوحدة الأولى. تمنياتي بالتوفيق والنجاح، مستر أحمد الباشا.